السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أرض العلوم. اليوم سنتحدث عن الدرس الثاني في مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي. موضوعنا اليوم هو كيف تتكيف الكائنات الحية مع الظروف المناخية القاسية. هل رأيتم من قبل سحلية صحراوية مثل هذه؟ هذه السحلية الصغيرة لديها طريقة ذكية للتعامل مع حرارة الصحراء. إنها تبحث عن الظل في الأوقات شديدة الحرارة للحفاظ على برودة جسمها، وهذا مثال بسيط على ما نسميه التكيف. التكيف يا أعزائي التلاميذ هو الطريقة التي تتغير بها الكائنات الحية لتتمكن من العيش في بيئتها. دعونا نكتشف المزيد عن كيفية تكيف الحيوانات والنباتات مع الظروف المناخية القاسية. في الصحراء الحارة نجد العديد من الأمثلة المثيرة للاهتمام. الجمل له سنام يخزن الدهون مما يساعده على البقاء لفترات طويلة دون ماء. ثعلب الفنك له آذان كبيرة جدا تساعده على تبديد الحرارة. ولا زال للدرس بقية سنكملها في فيديو لاحق إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإذا كانت لديكم أي أسئلة فلا تترددوا في طرحها في قسم التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم.